مش هقولك بقى حطي الممبار جوه الخلاط وتعالي نضفه، بس هقولك على الخلطة الجبارة اللي هتجيب ريحته لاخر الشارع وهتلم عليكي سكان العمارة. تعالى اقولك على الخلطة الممتازة اللي هتخلي طعم الممبار في حتة تانية خالص. ولو انتي بتعمليه بطريقة حلوة، برضو الخلطة اللي هقولك عليها النهاردة دي هتميزه عن اي طريقة انتي اكلتيه قبل كده. تعالي نسمي الله ونشوف عملنا ايه. عايزة اقولك بقى الطعم حكاية. يلا بقى منشن وشير علشان خاطر الكل يستفيد، وكمان الطعم هتبهري بيه كل اللي هيدوقوا عندك. كل سنة وانتم طيبين. الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهاتي حبيتين كده من البصل متوسطين، وقطعي عليهم قرن فلفل رومي او حراق على حسب اللي انت عايزاه. اضربي كله في الكبة لحد ما تبقى معاكي ناعم بالشكل دوت كده. بعد كده هكون مقطعه كده حوالي ربع كيلو من الطماطم ومقطعاها مكعبات. هنزل بملح وفلفل اسود وشويه من بهارات اللحمه وشويه كمون، شويه كزبره، ممكن شويه بابريكا، وشويه شطه صغيرين. بعد كده هكون محضره معايا خضره اللي هي عباره عن شبت وكزبره وبقدونس، واخده الورق بتاعها بس مش عايزه العيدان في حاجه. وهنزل كده بحوالي 5 6 معالق من الزيت، يعني اقل من ربع كوبايه. هدعك بقى الكلام ده كله مع بعضه لحد ما يديني كده اشم ريحه حلوه قوي، ريحه البصل مع التوابل مع الطماطم مع الخضره مع الفلفل كمان اللي احنا فرمناه. بس طبعا وانت بتدعكي حاولي تهرسي كده الطماطم وانت بتدعكيها. بعد كده هنزل بحوالي نص كيلو من الرز المغسول المتصفي، وهنزل كمان ببقيه الخضره اللي انا قلتلك عليها. وكنت مسبكه معايا شويه طماطم، والتسبيكه اللي احنا بنعملها على طول بتاعه المحشي، بس ما فيهاش اي بهارات خالص. بعد كده بقى هكون محضره معايا الممبار، وطبعا احنا بنغسله كويس جدا وتحشيه بالحشوه اللي انت عايزاها، يعني الطريقه اللي انت عايزاها. انا عن نفسي كهبه اسهل طريقه هي الحشوه ديت كده، اللي انا بحطه كده قدامي وببدا اللي انا احشيه كده. في ناس ممكن تحشيه بالقمع بغطا ازازه، مش غطا ازازه يعني قمع ازازه بس كده. خلصت الكميه كلها وما تملوش على الاخر، سيبي فيه شويه فراغات كده علشان خاطر لما ينزل الميه. معايا حله فيها شويه كده حلوين من الميه، يعتبر نصها. هحط فيها طماطمايه، جزرايه، بصلايه، عود من القرفه، وحدتين من الحبهان المفتوح، ورقتين من ورق اللورة، شويه من الفلفل الاسود المطحون، وشويه من الفلفل الاسود الصحيح. وكمان هحط كده شويه من بهارات اللحمه. اي حاجه تانية انت عايزه تضيفيها براحتك خالص، بس جربي عود القرفه هيديكي تست عالي قوي. استنيتها لحد ما بدأت اللي هي تغلي معايا، وهنزل الممبار كله من غير ما تقفليه ومن غير اي حاجة خالص، وهوريكي دلوقتي النتيجة. بصراحة في ناس لحد دلوقتي بشوفها اللي هي بتقفله بالخيط، والناس ديت قريبة مني قوي، فنصيحة مني لو انتوا بتتابعوني يا ريت ما تقفلوش بالخيط لان الموضوع مش مستاهل اصلا. بعد كده طلعته بالشكل دوت كده، ما بقلبوش خالص طول ما هو على النار، بس بغطيه واسيب غطا الحله كده متوارب عشان ما يفرش مني على البوتاجاز. عايزه اقولك بيقعد بالظبط اي نوع ممبار انت هتعمليه بيقعد ساعه الا ربع. ساعه الا ربع مناسب جدا، الرز بيطلع مفلفل من جوه وهو من بره مستوي وزي العسل. هتخرجيه على صينيه بالشكل دوت، ومستحب اول ما يستوي تخرجيه على طول من الميه بتاعته. تمام كده تمام. هترش عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود وتسيبيه بقى يهدى خالص. حابه تفرزيه في الفريزر في الوقت دوت كده، اول ما يهدى تحطيه في كيس او في علبه وتدخليه على التلاجة. مش حابه يبقى تستني عليه وتروحي محمراه على طول بالشكل ده. بصي هو اصلا انا اول ما نزلته في الزيت مش محتاج اللي هو يتحمر، والله لونه احمر وجميل وكل حاجة مظبوطة. اعمليه بطريقتي، لو ليكي طريقة تانية غيريها واعمليه بالطريقة ديت بجد هيعجبك جدا جدا جدا. وكل اللي هيدوق عندك مش هيمشي غير لما يقولك عاملاه ازاي. بعد بقى ما بحمره بطلعه كده على خضرة بالشكل ده، ما بحطهوش ولا في مصفى ولا في مناديل، على مناديل ولا ورق زبدة ولا اي حاجة. طلعيه على خضرة او عودين جرجير لو متوفر عندك، وكلي ودوقي بقى احلى ممبار طعمه زي العسل. يلا اكتبيلي تحت في الكومنتات بتحبيه من ايد مين. كل سنة وانتم طيبين. واعملي بقى منشن لحبيبتك اللي على طول بتحبه ومش بتعمله صح. بصي بقى الرز من جوه مفلفل، بس مش قادرة اقولك سخن قد ايه يعني. الرز من جوه مفلفل وطعمه زي العسل.